نقلت صحيفة لارافون الإسبانية أن الموقع الإخباري الإيطالي نوتيزي جيوبوليتيكي كشف أن الصراع بين المغرب والجزائر حول الصحراء المغربية قد يتفاقم قريبا إلى حرب مفتوحة، مضيفة أن المعتدي في هذه الحالة سيكون بلا شك الجزائر. في ظل هزائم دبلوماسية متتالية أمام المغرب وازدياد الدعم الدولي لمغربية الصحراء، يبدو أن النظام الجزائري يقترب من حافة الهاوية، متخبطا في قرارات قد تحمل عواقب وخيمة. آخر هذه الخطوات المريبة هو إرسال قوات عسكرية إلى تندوف، وهي منطقة لا تبعد كثيرا عن الحدود مع المغرب، وفقا لما أفادت به صحيفة نوتيزي جيوبوليتيكي الإيطالية. وفي ظل توتر العلاقات بين الجارين، تبدو الجزائر وكأنها تبحث عن صراع جديد قد يتجاوز حدود الكلمات والمواقف السياسية. فالتحركات العسكرية الأخيرة على الحدود وتحديدا في تندوف وبشار تأتي في توقيت حساس، خصوصا بعد أن أصدرت مجلة الجيش الناطقة باسم الجيش الجزائري بيانا يعلن عن نشر قوات كبيرة ومعدات عسكرية ثقيلة في هذه المناطق، في خطوة تفسر على أنها استعداد لتصعيد عسكري محتمل. وما يثير القلق في هذه التطورات هو أن المغرب الذي اختار السبل الدبلوماسية كوسيلة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء يجد نفسه أمام جار يعتمد فقط على خطاب عدائي وتحركات عسكرية. ورغم أن الرباط تمكنت من حشد دعم دولي واسع لمغربية الصحراء، إلا أن الجزائر تواصل تعنتها رافضة الحوار ومتمسكة بدعم ميليشيات البوليزاريو الانفصالية. المفارقة تكمن في أن الجزائر التي تتغنى بدعم حق الشعوب في تقرير المصير تجد نفسها في عزلة دولية متزايدة، فيما يواصل المغرب تحقيق الانتصارات الدبلوماسية على الساحة العالمية. وفي هذا السياق لا يمكن قراءة هذه التحركات العسكرية الأخيرة إلا من زاوية العجز الجزائري عن مواجهة الواقع السياسي الجديد، وهو ما دفعها إلى التلويح بورقة التصعيد العسكري في تندوف معقل ميليشيات البوليزاريو. وفي الوقت الذي يواصل فيه المغرب السير على نهج الدبلوماسية الحكيمة، تبدو الجزائر وكأنها في سباق مع الزمن نحو مواجهة غير معلنة.